النهارده لجنة التظلمات في أصدرت قراراتها بالنسبة لمباراة الأهلي مع نادي المصري البورسعيدي، المباراة اللي كانت في أول فبراير، وخرجت بمجموعة من القرارات. اللجنة انعقدت في مقر اتحاد الكرة النهارده الثلاث 24 إبريل برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس اللجنة، بحضور السادة المستشارين خالد المسلمي نائب الرئيس، وإبراهيم فؤاد، وأحمد الجيوشي، وخالد فتح الباب، وأدهم أبو ذكري، والأعضاء والسيد عبد الله فكري أحمد مقرر اللجنة. كانت القرارات كالتالي. طبعا كل دي الحيثيات بتاعت الحكم، يعني حيثيات الحكم، لكن ما يهمنا هو القرارات. قرارات اللجنة بإجماع الآراء بقبول تظلمي النادي المصري والأهلي شكلا وفي الموضوع، بإلغاء قرار اللجنة التنفيذية لتسيير أعمال اتحاد الكرة الصادر بتاريخ 31/3 كالآتي: 1. حرمان النادي الأهلي من اللعب بجمهوره مباراة رسمية واحدة وتغريبه مبلغ وقدره 60,000 جنيه. يعني أول قرار النادي الأهلي كان في قرارات اللجنة اللي بتسير الأعمال في اتحاد الكرة، قالوا حرمان الأهلي من جمهوره 4 مباريات، لكن لجنة التظلمات قالت مباراة واحدة فقط وتغريمه 60,000 جنيه. 2. إيقاف مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي 4 مباريات رسمية وتغريمه 5,000 جنيه مع تحذيره بمضاعفة هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة. إذن إن عقوبة مانويل جوزيه كما هي 4 مباريات. 3. إيقاف حسام غالي لاعب النادي الأهلي 6 مباريات رسمية وتغريمه 10,000 جنيه مع تحذيره بمضاعفة هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة. حسام غالي كان 4 مباريات بقى 6، كان إيقافه 4 مباريات بقى 6 بجانب تغريمه 10,000 جنيه. 4. إيقاف السيد عماد المندوه مدرب حراس المرمى النادي المصري مباراتين رسميتين مع تحذيره بمضاعفة هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة. 5. حرمان الفريق الأول للنادي المصري من المشاركة في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة سنة واحدة بدءا من الموسم الرياضي 2012-2013 مع هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني، ويحق لها المشاركة فيه بداية من الموسم الرياضي 2013-2014 بعد تنفيذ العقوبة الأولى، وحرمانه من اللعب بجمهوره في الموسم الأخير في المباريات سواء تلك المقامة على ملعبه أو ملعب الخصم. إذن أول عقوبة على النادي المصري، أول سنة إيقاف النشاط، مفيش نشاط في النادي المصري أو مفيش مشاركة في أي أنشطة خاصة باتحاد الكرة الموسم القادم اللي هو 2012-2013 اللي هو المفروض يبدأ في شهر 8 بإذن الله تعالى. يبقى دي أول عقوبة. السنة الثانية ما يلعب في الدرجة الثانية اللي هو بقى يبقى موسم 2013-2014 يلعب في دوري الدرجة الثانية مع حرمانه باللعب بجمهوره سواء على ملعبه أو بره، ممنوع جمهور المصري بره او جوه. يبقى اذا ان اول عقوبه للنادي المصري اول موسم مفيش نشاط خالص ولا مشاركه في اي بطولات اللي هو الموسم اللي جاي اللي يبدا من شهر 8، مش زي ما اخواننا عملوها وحسبوا الموسم اللي كله متجمد فيه موسم، لا، من الموسم اللي جاي اللي هو هيبدا في شهر 8 ان شاء الله. المصري مفيش اي نشاط خالص، لا تانية ولا تالتة ولا اولى ولا حاجه خالص. موسم 2013-2014 يبدا من الدرجه الثانيه، ولعبوا في الدرجة الثانية يكون بلا جمهور سواء في بورسعيد أو بره. 6. حظر اللعب على استاد بورسعيد لمدة 4 سنوات تبدأ من اليوم. استاد بورسعيد يتوقف من 24/4/2012 ل 24/4/2016، 4 سنوات ممنوع اللعب على استاد بورسعيد نهائي. 7. إقامة ال4 مواجهات القادمة بين فريقي الأهلي والمصري بدون جمهور وعلى ملعب محايد يبعد بأكثر من 200 كيلو متر عن محافظتي القاهرة وبورسعيد. مباريات الأهلي والمصري دون جمهور، مفيش جمهور لمدة 4 مواجهات بين الفريقين. إحالة الحكم الدولي فهيم عمر إلى لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لإجراء التحقيق اللازم معه بشأن الوقائع التي وردت بأسباب هذا القرار وتوقيع العقوبة المناسبة عليه. يعني ده المهم، يعني إحالة الكابتن فهيم عمر إلى لجنة الحكام الرئيسية لإجراء التحقيق معه بشأن الوقائع التي وردت بأسباب هذا القرار. بهذه هي
القرارات الثمانية اللي خرجت بها لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار حازم بدوي. إذن إن بعد ما شفنا هذه القرارات كان هناك ردة فعل من النادي الأهلي. اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي قال في تعقيبه على عقوبات لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن إدارة النادي لن تعلق في الوقت الحالي على هذه العقوبات لحين وصول القرارات بصفة رسمية من لجنة التظلمات، ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة في اجتماع القادم لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على حقوق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. من غير ما نستنى ردة فعل النادي المصري طبيعي هيلجأ للجنة التظلمات في الاتحاد الدولي، وبالتالي من ثم لازم النادي الأهلي على طول هيتجه فورا هو الآخر للجنة التظلمات في الاتحاد الدولي، لأن زي ما قال لنا أو زي ما عرفنا قبل كده إن لجنة التظلمات لو لقت طرف واحد فقط هو اللي متظلم يتثبت العقوبة يتخففها، لكن لما يكون هناك طرفين بتبقى قضية وتاخد وقتها ويبقى فيها مرافعات والكلام ده كله لغاية ما تصدر فيها قرارات. لكن قرارات النهاردة يعني إلى حد ما قرارات فيها قوة، قرارات فيها قوة، مش قرارات مرتعشة، مش قرارات خايفة، مش قرارات ناس اتملت عليها، لا دي ناس درست وشافت وخدت القرار الى حد ما زي ما بقول لكم خدوا قرار بقلب، مش مرتعشين، ما وزنوش، ما ظبطوش المسائل. طب ما تراضي ده وتراضي ده، ما احنا زي ما زعلنا ده نزعل ده شويه، لا يعني شوف القصه مختلفه، برغم انه في عقوبات تغلظت على النادي الاهلي زي عقوبه غالي كانت 4 مباريات بقت 6، مستر مانويل ثبتت زي ما هي بقت 4 مباريات. على الجانب الاخر مش كمان لما اتخذت عقوبات اتخذت من الموسم اللي جاي، لان الموسم ده كله متجمد كله ما بيلعبش، يبقى ازاي تحسب لي الموسم ده وتطلع وتضحك عليا وتديني قرارات وهميه وتضحك عليا وتبين لي ان انت 3 سنين 2 سنين وهم في الاخر هتلاقيهم سنه وسنه، يعني في الاخر لو تفتكروا سنه وسنه، لكن هم حطوا الفاظ دون اساس يعني ايه ينيموا الناس. ولكن للاسف شديد كانت قرارات مش عايز اسميها قرارات، كانت توازنات او املاءات عليهم، مش عايز اسميها قرارات يعني لانها ليست لم تكن قرارات. اما المره دي في لجنه التظلمات واضح ان في قرار شاف مستندات هنا وهنا، النادي المصري قدم، النادي الاهلي قدم، ناس مستشارين ناس اقوياء قدروا ياخدوا قراراتهم اللي شافوها او كما طرأت ليهم، وده نحترمه ونقدره جدا. المهم ان تكون صاحب قرار، مش تكون خايف وتوازن. طيب كان موجود في الاتحاد الكرة النهارده اثناء صدور هذه القرارات مراسلنا محمد سعيد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، اهلا بك زميلي محمد واهلا بكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. محمد كنت موجود النهارده اثناء صدور هذه القرارات في لجنه التظلمات في اتحاد الكرة؟ كنا بالفعل موجودين، وكنا موجودين في اتحاد الكرة من الساعه 12 ظهرا. عايز اقول لك الاجتماع لجنه التظلمات بدا في حدود الساعه 10 ظهرا برئاسه المستشار حازم بدوي رئيس اللجنه، وحضور الساده المستشارين خالد المسلمي نائب الرئيس وابراهيم فؤاد واحمد الجيوشي وخالد فتحي الباب وادهم ابو ذكري اعضاء لجنه التظلمات. في البدايه عايز اؤكد لك ان اتحاد الكرة النهارده واعضاء لجنته التنفيذيه لم يكونوا يعلموا ان اليوم اجتماع لجنه التظلمات، ولم يكونوا يتخيلوا ان اليوم سيصدر قرارات من لجنه التظلمات. وهذا ما لمسناه اليوم واحنا في اتحاد الكرة. حاولنا نستفسر من المسؤولين في اتحاد الكرة عن هذا الاجتماع، لم يرد لنا اي اخطار باي شيء خالص، وقالوا لنا ان مفيش اي قرارات النهارده. فطلبنا منهم ان هم ياكدوا لنا بس ان هم يدخلوا للمستشار حازم بدوي يتاكد من المعلومه دي، خاصه ان امبارح كان في اتصالات مع رئيس اللجنه لوسائل الاعلام للتاكد من هذا الامر، فاكد ان غدا الثلاثاء سيكون اعلان قرارات مباراه المصري والاهلي والحضور لكل وسائل الاعلام متاح ومفيش اي منع خالص. وبالفعل الكابتن عاصم جايد بلغنا ان المستشار حازم بدوي قال النهارده ان في قرارات خاصه بالمباراه، وطلب ان كل وسائل الاعلام تكون حاضره، ودخل الكاميرات والمايكات وكله استعد لإلقاء البيان الخاص بلجنة التظلمات والقرارات ليصدر القرار في النور وفي حضور كل وسائل الإعلام. ويمكن أعتقد الشريط دلوقتي في الطريق ليك، المستشار حازم بدوي بيتلو قرارات لجنة التظلمات والحيثيات. عايز أقول لك في كواليس القرار، يمكن احنا استطعت أحصل على بعض الحيثيات اللي صدرت النهارده في القرار.
يمكن النادي المصري كان طالب ان تجميد النشاط يتم ايقافه، ان ده بيتعارض مع اهداف الفيفا، وطلب الغاء قرار اللجنه التنفيذيه والاكتفاء بنقل مباريات خارج الملعب وبدون جمهور لمده سنه او سنتين. الاهلي في تظلمه قال ان المصري تعمد التقصير بتفتيش الجماهير، والقرار لم يصدر من لجنه الانضباط ولجنه المسابقات، لكنه صدر من اللجنه التنفيذيه. والاهلي قال ان عقوبه جماهيره لابد ان تكون مباراه واحده وبدون جمهور طبقا لنفس الماده 65 من لائحه الانضباط الدولي والماده 41 من لائحه اتحاد الكوره. المستشار حسين حلمي المستشار القانوني لاتحاد الكوره كان دفع بعدم قبول تظلم الاهلي والمصري شكلا لحصوله بعد الميعاد، لكن طبعا ده كان دفع غير صحيح ولجنه التظلمات لا تنظر اليه. برضه الغريب في الوضع ان المستشار القانوني لاتحاد الكوره كان طلب بعدم وجود صفه للنادي الاهلي في التظلم، وقال ان ما ينفعش النادي الاهلي يتظلم على عقوبه النادي المصري، لكن طبعا النادي الاهلي رد بحضور طبعا المحامي حلمي عبد الرازق والاستاذ العمري فاروق، قالوا بالعكس النادي الاهلي من اكبر المتضررين، مات له 72 شهيد، بالاضافه لكده كمان تسببت هذه المباراه في ايقاف النشاط الكروي، والاهلي يمكن اكبر الانديه خسائر ماديه بسبب توقف هذا النشاط، فالاهلي اصلا ذو صفه ورقم واحد في تلك القضيه، ولازم ان يرفض تظلم، يرفض عقوبات النادي المصري. يمكن في مفاجاه القرارات والاجتماعات اللي تمت على مدار الايام الماضيه، مراقب المباراه الاستاذ محمد بخيت قال ان هو نزل بين الشوطين وراح للكابتن فهيم عمر قدس الحكام وقال له بيحصل ان في جماهير نزلت بين الشوطين وان لازم تلغي المباراه، لكن حكم المباراه ما سمعلوش ولم يتخذ قرار ازاء ذلك، وان حكم المباراه كان ممكن ليه ان هو يستعمل السلطه بإلغاء المباراه لكنه لم يلغي. نفس الامر تكرر مع المراقب الاخر عبد البديع حماده واكد كلام محمد بخيت. تظلمات قالت ان قرارات اللجنه التنفيذيه اصابها التناقض والعوار. يمكن في حوار مع الاستاذ حازم بدوي المستشار القانوني رئيس اللجنه قال ان الاهلي في تعديل عقوبته طلب ان تتعدل طبقا لنفس الماده 2 للتعديل الوارد على شوط المسابقه بتاريخ 15/12 اللي فات، وبالتالي عقوبه الاهلي بدل من 4 ماتشات بقت مباراه واحده، بالاضافه ل 60,000 جنيه غرامه، 50,000 على اللافتات و10,000 على اشعال الشماريخ. وعقوبه عماد المندوب تم الاخذ بها من خلال السيديهات التي تقدم بها النادي الاهلي واثبتت ادانه بعض المسؤولين. بالاضافه لكده كمان عايز اضيف لك ان لجنه التظلمات النهارده طلعت جزئيه خطيره جدا في القرارات بتاعتها، قال ان ثبت لجنه التظلمات ان حكم المباراه فهيم عمر قد ارتكب العديد من المخالفات الجسيمه بالمخالفه لقواعد الفيفا، وكان من شان قبضته الرخوه واداء المتعالي تسهيل وقوع تلك الماساه التي نحن بصددها، لكن احتراما من اللجنه للقواعد المنصوص عليها بلائحه الحكام رغم تحفظنا الشديد عليها نرى احاله امر هذا الحكم للجنه الحكام. ده كلام على فكره محترم جدا، لان الحكم زي القاضي ما ينفعش ان انت تظهر عقوبته، ده كلام انا شايف ان ده كلام محترم جدا. يعني حتى محمد في حيثيات الحكم في ثبت للجنه بيقين ان حكم المباراه فهيم عمر قد ارتكب العديد من المخالفات الجسيمه تمثلت في السماح بتواجد الجمهور داخل مضمار الملعب قبل واثناء المباراه، ولم يصر على اخلاء الملعب، كما سمح باللعب في اجواء عدائيه بالمخالفه لقواعد الفيفا، ولم يلتفت الى السباب الجماعي من الجمهور طوال زمن المباراه او بكثره اللافتات المسيئه بارجاء الملعب والقاء الحجاره والاجسام الصلبه والزجاجات على ارضيه الملعب وعلى مساعديه والاجهزه الفنيه واللاعبين، او حتى لنزول الجمهور لارض الملعب عقب كل هدف. لم يتخذ موقفا حازما تجاه كل هذه الوقائع، مع ان اي منها كان كافيا لاتخاذ قرار بإلغاء المباراة حفاظا على حياة وسلامة اللاعبين والجمهور، وكان من شأن قبضته الرخوة وأدائه المتعالي تسهيل وقوع المأساة التي نحن بصددها، إلا أنه احتراما من اللجنة للقواعد المنصوص عليها في لائحة الحكام ورغم تحفظها الشديد عليها، نرى إحالة أمر الحكم إلى لجنة الحكام لإجراء التحقيق اللازم معه وتوقيع العقوبة المناسبة عليه. ده أنا بقرأ لكم حيثيات الحكم طبقا لما جاءت في تقرير السادة المستشارين. وعلى فكرة الكلام ده كلام أنا شايف أنه كلام محترم يا محمد، أن عقوبة الحكم ما ينفعش تبقى على الملأ، لأن الحكم زي القاضي بالظبط. بالاضافه لكده كمان لجنه التظلمات قالت للجميع النهارده وكل وسائل الاعلام ان احنا هنعمل لوائح خاصه ونعمل تعديلات جذريه في لوائح المسابقات والحكام لاعاده الكره المصريه لمسارها الصحيح واستعاده طبعا شكل الكره المصريه، خاصه ان اللوائح فيها عوار كتير جدا والتظلمات لقت ازمات كتيره جدا قبل توقيع القرارات. يمكن علمت ان معظم القرارات اللي صدرت النهارده كان غالبها من لوائح الانضباط الخاصه بالاتحاد الدولي لكره القدم، لان هم لقوا فيه حاجات متناقضه كتيره جدا في لوائح المسابقات ولائحه الانضباط اللي في اتحاد الكوره اللي ملهاش لجنه توقع العقوبات بخصوصها. بالاضافه لكده كمان يمكن اكدوا لنا المستشارين القانونيين النهارده للجنه التظلمات ان لا يجوز لاي من الاطراف الطعن على هذا القرار داخل اتحاد الكره المصري، ان لجنه التظلمات هي اعلى جهه قضائيه داخل الاتحاد المصري، وان اي فرد يعني يرفض هذا القرار او يريد ان الطعن عليه ان يتجه الى المحكمه الرياضيه الدوليه للطعن على هذا التظلم. ده كلام مظبوط 100%. واعتقد يا محمد يعني
بغض النظر عن سواء هذه العقوبات كتكون مرضيه للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي، او سواء ستكون محزنه للمصري ولجماهير النادي المصري، ولكن تحس وانت بتقرا ان هناك قرارات، هناك ناس مستشارين على اعلى مستوى خدوا قرارات، مش ناس خايفه ومهتزه ومرعوبه وبتوازن ومرتعشه والكلام ده كله، لا، ناس درست وخدت قرارات، مش ضحكت علينا بقرارات زي اخواننا ما كانوا طالعين بيضحكوا علينا في يوم 31/3 لما طلعوا في الخفاء يوم الجمعه بالليل وطلعوا علينا بالقرارات اللي طلعوها دي. لا، هي بالفعل قرارات في النور، بس احنا كنا حاولنا طبعا نوجه بعض الاسئله للمستشار حازم بدوي رئيس اللجنه، لكنه طبعا رفض، وكان طلب بس ان الكاميرات تكون موجوده عشان يتلوا عليها القرارات بشكل رسمي من خلال محضر الاجتماع النهارده، لكنه رفض طبعا، وهو اعضاء لجنته ان اي سؤال يستفسر من لجنه طبعا. اصل احكام القضاء ما ينفعش ان انت تقول طب اشمعنى دي ودي لا ودي ليه، وتقعد تناقش في قرارات احكام القضاء لا تناقش يعني. بالظبط كده. يمكن الكابتن عزمي مجاد النهارده كان متعاون معانا وسهل دخول الكاميرات وان هي تسجل المؤتمر لرئيس اللجنه بشكل مميز جدا، والنهارده كان حضور مميز للجميع بالتاكيد، واللجنه كمان يمكن وضحت كل شيء بالماده وبالقانون وباللائحه، واعتقد كمان ان قراراتها يعني ارضت بعض الجماهير. يمكن حتى احنا عند اتحاد الكره النهارده كانت في وقفه، عايز اقول لك كمان كانت وقفه غريبه من بعض الجماهير السكندريه بتنادي طبعا بعودة النشاط، خاصة عشان نادي الاتحاد السكندري والموقف بتاعه، وهم علموا بالقرارات. فعايز اقول لك يمكن نادي الاتحاد او جماهيره طبعا اللي كانت موجودة النهارده كانت موجودة امام الاتحاد، فلما عرفت القرارات حسوا قال لك خلاص يعني كده خلاص كل واحد اعتقد ان هو خد العقوبة المناسبة، ممكن هم شافوا يمكن الجمهور واقف فقال لك لا ده كده عقوبة مناسبة خلاص بقى الموضوع ينتهي عشان نبدا نشوف بقى المستقبل الفترة الجاية. دي كانت نوعية النهارده من الجماهير، يمكن حتى احنا استطلعنا اراهم فلقينا حتى في قبول، خاصة انه لا جمهور لا متابع للاهلي ولا جمهور منتمي للمصري، وقالوا رايهم بشكل محايد. بالظبط وده كلام كويس جدا. بشكرك محمد سعيد، شكرا جزيلا على تواجدك معايا. كان معانا من مقر اتحاد الكرة حيث قرارات لجنة التظلمات والخاصة بأحداث مباراة النادي الأهلي والمصري، وزي ما قلت لكم ال8 قرارات اللي خرجت بيهم اللجنة برئاسة المستشار حازم بدوي. هتلاحظ حتى كمان ان لما خدوا قرار وقف استاد بورسعيد بدأ من النهارده اللي هو 24/4/2012 بس لمده 4 سنين. مش اخواننا التانيين قال لك ايقاف استاد بورسعيد 3 مواسم بدءا من 31/3/2012. طيب يعني الموسم وحسبوا الموسم اللي كل الانديه متجمده فيه موسم، والموسم اللي بعده المصري قال لك مش هيبقى موجود، يبقى الاستاد اتوقف ازاي؟ لكن الناس هنا قال لك لمده 4 سنوات ايقاف، يعني كده 4 سنوات تبدا من 24/4/2012 و4 سنين. يبقى اول مباراه تلعب على استاد بورسعيد بعد كده 24/4/2016. يحيينا ربنا جميعا على خير ان شاء الله.